على أولادك مشي. يا عمي اليوم محاضرتنا اسمها العقل الجمعي، وإن شاء الله شوية نلحق عن الزهراء نحكي لنا كلمتين. العقل الجمعي أنت مؤسسه، منو أسس لك إياه؟ ترامب، بوش، أوباما. أنت ليش تكذب؟ جاي يأسسوا لك عقل جمعي وأنت جاي يصير على مسرح. ولذلك من إحنا نحكي بس أنت أول ما صد يصدني بالكلام بس أنت تفتهم زين، هو هذه مغالطة، ما أقدر أقول له إيه، ما أقدر أقول له لا، ما أقدر أقول له إيه حرام، مو بس أنا أفتهم، ما أقدر أقول له لا، سيقول لي جائزات يحتمل الخطأ والصواب في كلامك، بعد ليش تعاند؟ وجاب العناد، هاي مغالطة، هذا سولفت له بالمغالطة، ناقشنا بالحوزة. عجيب، لن ترضى اليهود والنصارى لو تموت، لو تموت ما ترضى اليهود والنصارى. نبدأ قال الأمثال تقاس، إذا تقاس يعني سويناكم يهود ونصارى، والأمثال لا تقاس. وتعال كل واحد يحكي، أقف جيت 10 حكايات هواي، خلينا نحكي الأولى نفندها بشهر، على ما الثانية إذا 10 حكوا إذا مو من وظيفتك يا سامعني أن تحارب شعب. هاي قدرة صاحب الزمان. أنت من تكتب كون تكتب وحاط قدام عينك صاحب الزمان. أكو رواية، عندنا رواية، إحنا عندنا رواية، فإذا صليت فليكن أحد الأئمة أمامك من علماء الشيعة، يعتبر الرواية مغالاة. يعني معقول هذا عالم شيعي ما يعرف شنو معناها فليكن إمامك أمامك؟ كانوا احنا نقول توجه يعني، وهكذا وهكذا. لأن أنت إذا هسه إن شاء الله على الأسبوع الجاي راح ندخل في مداخل البحث، راح تشوف إنه من يعني إحنا ما مصدقين لقينا 20 مصدر رواية سوار الذهب. وقال رسول الله الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. حتى راح أجيب لكم رأي ابن حزم في المحلى وهو من الظواهر. ابن حزم مو ابن قيم الجوزية، المهم ابن حزم هذا يمشي على الظهر يقول يعني الحديث يعني يقول لا يدل على أنها تستحق النار، يعني مو واقع يعني. وبت هبيرة لازمة محبس فتخة هم يسموها خاتم كبير، فضربها رسول الله على يدها ليه؟ ويأتيك عالم شيعي يقول هاي ما تصير هاي تصير. كان ستر مال الباب ما يصير ليش؟ حتى ستر مال الباب، بحيث امتدت القضية إلى محمد حسين فضل الله، وقال إذا ما ضرب عمر الزهرة يا بليش؟ قال لأن لو كان هناك باب ما تحط ستر. يعني هي شالت الستر يعني ظلت بلا بالستير، ما حد انتبه. شنو الدليل ما حد انتبه؟ إنه فلان منا قشم ما انتبه الفقرة. وإلى متى يعني؟ أنا ما ألوم أحد حقيقة، أنا جاي أقول خلينا نرجع للقرآن. صحيح المقدمة طويلة بس والله جاي تبتشونا أنتم. خلينا نرجع للقرآن. يعني لكون شوي صعب عليك القرآن واللغو سهيل، القرآن هو اللي يتحدث عن هذه القضايا، القرآن هو اللي يحل هاي المسائل. اعطينا دليل يابا، مو بس تفزع للقرآن. الدليل قال الإمام الصادق اللي أنت تؤمن به، أعرض كلام نعم هذا دليل. لا قال راجع بي سند ولا قال روح ارفع القرآن. تيجي للقرآن يصعد شيخ محترم رائع نحترمه مثل شيخ زمان الحسناوي، عمدا نجيب اسمه لعله يسمع المحاضرة. فموضوعه كان انه دائما يشوفون مواضيع قرآنية وحلوة، بس فيما يخص العقيدة مو ابحاث يعني بتلك فقال أمير المؤمنين يقول استنطقوا القرآن، سكت. إن بقية الحديث فإنه لا ينطق.
واحد الاحتمال الأول أنه ما سامع بدليل الحديث. شلون هو الحديث ما مكتوم؟ هذا يا مصدر قطم الحديث. إلا اللهم سامع وليس قارئ. بالقراية ما ينقطم، لأن العقل الجمعي يستنطق القرآن. إذن أكو عقل جمعي استنطق القرآن، المو جمعي العقل المتطرف سمونه اللي هو استنطق القرآن فإنه لا ينطق إلا لنا. الاحتمال الثاني اللي هو يعني الوارد، أنا قضية تحليلية، يعني حتى لو يقول أنا ما أبي لك الذمة، أنا تحليل ما أطلب براءة، ما جاي يختار تحليلات. الثاني أنه يقول أنا أريدهم يهتمون بالقرآن، فإلمن أسأل حتى يعطيني الآية. فقال فلان القاعد قال له اسأل واحد اسمه شيخ علاء. قال له أنا ما عندي وقت. إذن أصعد وأخطأ، لأن شيخ علاء يقول أكو آية تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أحسن منها ما نستنطق القرآن. إلا اللهم أنت وجميع العلماء يجيبون أنه لا فرق بين التدبر والاستنطاق، ودونها خرط القدم. أكو فرق عظيم بين استنطاق القرآن وبين التدبر. إذن العقل الجمعي يجبرنا على الغلط، لو ما يجبرنا يجبرنا إلا أن يكون هذا العقل الجمعي هو عقل مبرمج. أحد الأخوان عنده مشكلة في فد، يعني ابنه عنده فد طلب، فد هدف، فد كذا، حتى لا حد يشغل الرادار مالته. ابنه عنده فد مشروع عنده مشروع. فجاء إلى شخص هو يظنه عاقلا، فقال له هذا الشخص العاقل كم يكلف هذا المشروع؟ يكلفك؟ قال له يكلفني كذا مبلغ من المال. هذا المبلغ قليل؟ فقال للعاقل لا هذا المبلغ كبير. قال له خذ هذا المشروع يقوم به فلان وتوفر الأموال، أو تنطي نصفها للأيتام أو انطيها كلها للأيتام، وسوف ينجح المشروع بالتمام. العقل الجمعي يم العاقل لو يم مرته؟ يم مرته. راح المرته هم على هم رسول الله كل هالعلي جزعنا من الحسين. والله العظيم، لأن أنت إذا جبت المشروع يمه راح ينجح، وإذا نجح راح يتوفر مبلغ، وإذا توفر مبلغ من لين نريد نفشل. يابا المن استشار مرته وابنه، يعني واحد سفيه بالعمر واحد سفيه بالروايات، وترك العاقل. زين استشارة العاقل الصير انا ادري بيها مصير، انت شو تقول؟ الصير انا ادري بيها مصير، انت شو تقول؟ فتتذكروها السالفه. فمن وصل يمي قلت له مصير، قال شو مدري؟ قلت له انت قل انت جاي تقول يا مصير على انت تستشير. فدخل في المشروع ففشل المشروع، والحمد لله رب العالمين. ولا الفلوس راحت؟ لان العقل الجمعي زين، والقلب مال العاقل اللي احترق، فلوسك احترقت. هذا العاقل اللي هو نائب لا خاص ولا عام، نائب من نواب الإمام الجزئيين. أنا هيك أدعي كل عاقل بالدنيا عنده جزء من الله، فالعنده جزء من الله لأنه عاقل، فما عنده جزء من الإمام. فكلنا حجج، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه. لا تقول هو مثقف وخش رتبها، لا روح اسأل. إحنا عندنا نيابة من استمع إلى فقد عبد لو ما عبد. إذا لا تناقش بالمسألة. أنت هاي الجزئية إذا كانت بين العاقل وبين الإمام، هاي الجزئية كبيرة توصل إلى 50%.
يعني شقد احترق قلب الإمام؟ نفترض احترق قلب الإمام إنه حرق له 200 شيبة، عمية هذا العاقل احترقت عنده. لا حقيقة أنا متأكد طلعون يقولون عمي هذا ما ينترك، هذا مثقف. هاي يعني اللي طلعتوا بها، هاي والله يغركم الشيطان، يقولكم حتى لا تعملون بعمله مدحوه. انت بعقلك الامام مش قد احترق قلبه، العاقل على جزئيته. وذلك في قوله تعالى فأنزلنا بقدرها علما والقلوب أوعية وأفضلها أوعاها. فتشوف إنسان يشوف المأساة ينجرح قلبه، مو ينجرح عقله وتنجرح أفكاره وتنجرح. أكو إنسان مجتمع كامل. انتم مو تقولون السيد علي السيستاني شايل هم العراقيين. أنا مرة واحد قلت له شنو شايل هم العراقيين؟ شايل هم المسلمين في العالم. شطحت هاي هم العراقيين. هذا نتيجة العقل الجمعي. إذا هناك عقل جمعي، فمن الذي وضع العقل الجمعي لهذه الأسرة؟ احنا اللي بهذا البيت، الأفلام المصرية والقنوات الرياضية كل قناة مفتوحة في البيت هي تضع جزئية من جزئيات العقل الجمعي. حتى قال أحد الإخوان، قلت له البيت الفلاني إذا ما يسمع الباسم الكربلائي يوميا ويلطم هو وعياله يوميا ما ينام. فقال خيدير باله لا ينعكس يصير ارتداد. أنا هاي سامعها من أكثر من شخص، فأجاوب أنا عن هذا الجواب. أنا جاوبت جواب مختصر في وقتها، قلت له الذي يستمع إلى الحسين يصير عنده ارتداد، فالحمد لله رب العالمين. بس ما لوم، تحفظ القاعدة كل من عنده راية وعلم. هو مو قصده أن الحسين يسوي الارتداد، ولا قصده باسم الكربلائي يسوي الارتداد، ولا قصده القصيدة الحسينية تسوي الارتداد. هو قصده أنه ماكو واحد يبرمج بشكل صحيح، فبناء القضية قضية جبرية متطوعية، في حين أن رسول الله حلها من زمان. قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دسار الشامر من بعيد. فهو الجذر مالته مثل جذر هاي الشجرة اسمها الكارث واكثر. هو منك جايبها حسين، ماكو مستحيل من يطب. سدوا منافذكم. فلما قلنا سدوا منافذكم تتذكرون البعض انسحب. يقول البغدادية تتكلم بالحقائق. أنا ما أقبل يأتي شخص أقل مني مستوى ويأسس لي عقل جمعي. نعم أستمع على مستوى الحوار وأستمع على مستوى التنوع. يعني مثلا صار ضغط على دماغي نشوف النفذ لعبة، والحمد لله والشكر العقل الجمعي مالتكم هم باطل. انتم ما تباعون للدوري الاماراتي مال المحترفين يا عمي، حالهم حال ريال مدريد وبرشلونه. شفتوا انتوا لعبه العين والاهلي؟ العقل الجمعي ما يتحكم بيا الا ذول الاثنين الابالسه ريال مدريد وبرشلونه. عندنا بلد عربي مسلم دوريه قوي نباوع، على الأقل نشوف محجبين ومحجبات، شوف عقل. النقل أحسن من النقل مال. ليش أنا ذاك بفلوس وكفرت، أما هنا بلاش. عقل جمعي هذا. العقل الجمعي يقودني إلى الانهيار إخوان. وأعطيكم قبل البدء بالمحاضرة، ما ظلت غير 10 دقائق،
هو أن العقل الجمعي هو الذي سوى